في بنوته كتكوته كده بعتلي رساله، قال يعني هتحرج. لا انت ما تعرفنيش، انا ما بتحرجش. هطلع اقول الرساله للناس كلها ولا يهمني. بتقولي ايه بقى؟ بتقولي انا متابعاكي من بدري. اهلا وسهلا، ما باخدش اشتراك على المتابعه والله، وعارفه اصلك وعارفه بدايتك. مالهم اصلي وبدايتي؟ مالهم؟ زعلوكي في حاجه؟ وانك بتستعر تقولي للناس ان انت كنت بتعملي اكل في البيت وتبيعيه وحلويات، بتستعري ليه؟ بس معلش عشان انا مش عايزه يعني ابوظ المود اللي انا عاملاه. انت مين قالك ان انا مستعريه؟ ايش حشرك ما بيني وما بين نفسي امي ان انا مستعريه؟ مش مستعريه يا بصي، انا هقولك ملابسات الموضوع. اي نعم انت مالكيش دعوه، بس انا هقولك وهتعامل بالشخصيه الحسنه اللي جوايا، مش الحسنه دي، لا الحسنه اللي جوايا. بصي يا ستي، ذات يوم من الايام كنت بعمل حلويات كده اسمها ديسباسيتو. تمام شغاله. الصغير بتاعها كان ب25 والكبير بتاعها كان ب50. جايلي اوردر، انا ساكنه في العبور مدينه، جايلي اوردر في العبور شباب، يعني قول 5-6 محطات من بيتي. ده كان مطلوب مني 2 ديسباسيتو صغير. لا ركزوا في الحسابات علشان احنا كده هنتوه. 2 ديسباسيتو صغير، الواحده ب25، والتوصيل كنت هاخد عليه 10 جنيه. اليوم ده هو اللي قفلني من الحوار كله، وانا هقول لكم انا اتقفلت ليه وكان ليا حق. وانا عشان كنت دقيقه جدا وبحب الحاجه توصل مظبوطه وبحب اتاكد ان مفيش حاجه اتعوجت كده ولا باظت كده، كنت بودي الاوردر بنفسي. المهم نزلت اجي ادور العربيه ما بتدورش، اشوطها ما تتشطش، باظت. يا نهار ابيض، ما كانش وقتها تبوظ خالص. قعدت جنبها نص ساعه وانا عايزه ابقى دقيقه في مواعيد، يعني انا قايله للبنت انا هجيلك الساعه كذا، يعني عايزه ابقى هناك الساعه كذا مهما كانت الظروف. تمام لحد كده كويس، مع انه ما كانش كويس والعربيه ما رضيتش تدور. طبعا واحده دقيقه زي حالاتي استحاله ان هي تلغي الاوردر او تقول للبنت لا انا مش جايه مثلا او حصلت لي ظروف. لا ما ينفعش، ما بقاش ايه، لا ما بقاش ايه. قمت عملت ايه؟ عملت عامله منيله، قمت طلبت اوبر الاوبر خد مني كام يومها؟ خد مني 40 رايح و40 جاي. شايفين الصدمة اللي أنا فيها؟ يعني أنا المفروض كان هيطلع لي في الليلة دي 60 جنيه، منهم يكون مكسبي أصلا ممكن يكون 20 جنيه ولا حاجة. فأنا رحت 80 جنيه راحت في الهوا. يعني ما كسبتش حاجة، والنبي ما كسبت، ده أنا خسرانة. مش عارفة كانت إيه الحلول اللي ممكن أعملها يومها، بس أنا معترفة إن أنا كنت براس عجل، بني آدمة براس عجل يومها. مفيش بني ادم بيعمل اللي انا عملته ده. طب انا طول الطريق قاعده مبلمه بقى. بس الراجل اللي كان راكب معايا في اوبر كان حاسس بالهم اللي انا شايلاه. بيقول لي هو انت يا استاذه انت بتعملي مشروع بيتي في البيت؟ ايه ده بتعملي مشروع بيتي في البيت؟ فبقول له ده انا بعمل بقى ديسباسيتو وعماله اشكر بقى. قال لي ايه ده الله، ده انا بحب الحلويات قوي. قلت له بجد؟ فالمهم الكلام جاب بعضه، راح قال لي هي الديسباسيتو دي عباره عن ايه؟ قلت له عباره عن شوكولاته سايحه كده وكيكه شوكولاته سايحه وكل حاجه سايحه فيها. قال لي الله ده انا بحبها جدا، ده انا والعيال بنحب الشوكولاته جدا. وانا كان ايه بقى في دماغي؟ في 2 فوق مش عارفه هيتباعوا ازاي يعني. فقلت ايه بقى؟ ما قلت حببه كمان بقى، لا ودي كمان بقى فيها شوكليت كتيره من فوق وانواع شوكليت كتيره من فوق، ده انت هتعجبك جدا. قال لي والله يا استاذه ده انا نفسي ادوقها قوي. قلت خلاص. قلت له ايه؟ طالعه بقى حاسبته خلاص، اديته حسابه بكل انعره، وقلت له طب استنى هطلع اجيب لك الاتنين من فوق وهنزلك. طلعت زي الفشخوره، انفتح واحده وده، وانا كنت جايبه كمان معالق وشنطه وكنت مكلفه وعلب واكياس وكانت ليله بيضه. المهم اديت له العلبتين وفتح واحده منهم ودقها. قال لي الله يا استاذه حلوه قوي تسلم ايدك. الله لا شكرا يا استاذه، شكرا يا استاذه. هو خد الحاجه وانا فضلت قاعده متنحه ومبتسمه فرحانه بخيبتي، قاعده يعني. وخد ومشي ودور العربيه وانا ثابته. انا فضلت ربع ساعه ثابته في مكاني ومبتسمه ونفسي مسكت الشنطه. يا نهار ابيض عليا، ايه اللي انا عملته؟ خدت الامل راكبه جمل وقافله جمال مش جمل واحد. ما تفكرونيش مش عرفت بقى ان هو موضوع مش ان انا مش مستعره، انا مستعره من نفسي من نفسي، من تفكيري، من ذكائي في حسن التصرف. انا مش عارفه كان ممكن اعمل ايه ساعتها، بس ده ما يمنعش ان انا عندي دماغ تجاريه بعرف احسبها. باين عليا ان انا بكذب. بلاش الجمله دي بلاش. ايه اللي انا عملته ده؟ انا مش عارفه ايه اللي انا محدش يقول لي اعملي
لي مشاريع تاني، ولا حد يقول لي هاتي فلوس تعمل مشاريع تاني، ولا انا مش عايزه مشاريع. انا مش عايزه مشاريع. الموضوع دوت بيجيب لي ارتكاريه، بحس ان انا عايزه اهرش. يلا الحمد لله، عشان بس خلاص قفلنا الموضوع ده بقى. نقفل على ما اسمعش حد يجيب لي سيره الموضوع ده تاني. عرفتي يا اختي؟ اتبطيتي بقى.